بكله والناس حبته، يعني إذا شخص أو اثنين أو ثلاثة أو 10 أو 100 انتقد الأغنية، هيدا بيصير رأي خاص، ببطل رأي عام. الرأي العام لما بيكون الكل جامع إذا بحب الأغنية ولا لا. هدفي من وراء هيدي الأغنية كان إني وصل الأغنية المغربية القناوية للعالم كله، لحبي لهالفن اللي أنا تعرفت عليه. ما كنت أعرف شو القناوة، وتعرفت عليه بمرة من المرات بوجودي بالمغرب، وبمرة من المرات بوجودي بلندن. كان في فيستيفال بلندن عاملينه، وكان الشو هو اسمه أفريكا. فطلعوا وغنوا، وحسيت انه هيدا الريتم كتير قريب على الريتم العربي، واللهجة كتير بعرفها. فسألت عنها وعملت ريسيرش وطلع لي قناوة، وقررت اني انشر هيدا الفن بكل الوطن العربي. وهيدا اللي صار. بتروح على لبنان بيعرفوا شو يعني قناوة، بتروح بالخليج بيعرفوا شو يعني قناوة، بمصر صاروا يعرفوا شو القناوة. وهيدا كان هدفي الأساسي، إني أجمع مثل ما بعمل بكل أغنية، إني أجمع وأعرف الدول العربية على بعضها والحضارات والثقافات الشرقية.